السفر في الماضي لم يكن بهذا التطور الذي نعرفه حاليا. السيارات والقطارات السريعة والطائرات ووسائل النقل المريحة والمتطورة. كما نعلم أيضا أن السفر في الماضي كان شاقا جدا وجد متعب. تجد مجموعة من الناس تسافر على شكل قوافل، والكثير منهم يموتون خلال السفر، وهو أمر طبيعي في ذلك الزمان بسبب بداية الوسائل المستعملة في السفر وصعوبة التضاريس والمناخ في تلك المناطق. لكن ما حدث مع جماعة دونر مختلف تماما. تابعوا القصة إلى النهاية، فأحداث هذه القصة جد مثيرة لدرجة أنه يصعب تصديقها. مرحبا أصدقائي. قصة اليوم حدثت في أمريكا، وأحداثها حقيقية وقعت سنة 1846، حيث سافرت مجموعة من العائلات الأمريكية في رحلة جماعية برية إلى كاليفورنيا على متن العربات التي تجرها الحيوانات. وسميت هذه القافلة بجماعة دونر لأنه كان يقودها الأخوان جايكوب وجورج دونر. انتهت بهم هذه الرحلة بأن أكلوا بعضهم البعض حتى يحافظوا على حياتهم. الآن سنعود إلى بداية القرن التاسع عشر، ولما تم اكتشاف الكثير من مناجم الذهب بولاية كاليفورنيا، صارت وجهة لسفر الكثير من العائلات الأمريكية التي تبحث عن الثراء وتحسين ظروفها المعيشية. ومن هذه العائلات عائلة جيمس ريد، التاجر الحالم بالثراء. وبالمناسبة هو صديق مقرب من أبراهام لينكولن، وكان جيمس يحاول إقناعه بالسفر معهم، لكن إبراهام رفض لأنه كان له اهتمامات سياسية، وذلك قبل أن يصير رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية بعد 15 سنة. التاجر جيمس ريد جهز عربته ومؤونة للسفر حسب ما يكفيه هو وأفراد عائلته المكونة من 7 أفراد، وانطلقوا من مدينة إلينوي. وفي أحد أيام شهر أبريل عائلة جيمس ريد انضمت إلى القافلة أيضا، التي كانت متجهة إلى مدينة إندبندنت في ولاية ميزوري. وهذه القافلة كانت بقيادة الأخوين جيكوب وجورج دونر. وانطلقت القافلة، وكلما تحركت أكثر هذه القافلة انضمت إليها عائلات أكثر. وجيمس ريد قبل أن يقود هذه الرحلة كان قد قرأ دليل سفر كتبه الرحالة لاينز هايسيك، ويتحدث فيه عن طريق مختصر يأخذ إلى كاليفورنيا بشكل سريع، التي تبعد عن ولاية إلينوي ب4000 كيلومتر. ففكرة الطريق المختصر تبدو جيدة خاصة في ذلك الوقت، وقد اقترح جيمس ريد على القافلة اتباع ذلك الطريق المختصر. وبعد قرابة الشهر تقريبا من انطلاقة الرحلة بدأت أمطار غزيرة في الهطول، ورغم قساوة الجو استمروا في رحلتهم بدون مبالاة بسبب تأخرهم. وبسبب السيول الجارفة صارت حركة العربات التي تجرها الحيوانات شبه مستحيلة وصعبة جدا على الحيوانات التي تجرها، إلى أن وصلوا إلى طريق مغلقة وصار عليهم لزاما أن يقطعوا النهر. فقاموا بصناعة أطواف خشبية أو قوارب خشبية ونقلوا كل القافلة عليها، ثم اجتازوا النهر وواصلوا مسيرهم إلى أن وصلوا إلى ولاية وايومي، حيث التقوا بأشخاص آخرين انضموا أيضا إلى قافلتهم. ومن بينهم كان المرافق لينز هايستيك. ولانز كما نعلم هو صاحب الدليل الذي يصف الطريق المختصر، وقد حذرهم هذا الشخص من سلوك هذا الطريق، وأكد لهم أنه هو نفسه لم يستعمل هذا الطريق من قبل، وحذرهم من خطورة السفر في هذه الطريق المجهولة. فمسالك هذه الطريق وعرة جدا وتؤثر على حركة العربات، فنصحهم بالسير على الطريق التي يستعملها أغلب المسافرين. وهنا انقسموا إلى مجموعتين بسبب سوء تفاهم بينهما. أحدهم يريد مواصلة الرحلة إلى كاليفورنيا عن طريق الطريق الطويل الآمن، والفريق الثاني اتبعوا جيمس ريد وأصروا على متابعة الرحلة في الطريق المختصر. ومن أصر منهم على السير في الطريق القديم أنهوا رحلتهم في وقتها ووصلوا في أمان. أما مجموعة دونر فضاقوا من الأهوال ما لا يطيقه أي شخص. مجموعة دونر كان معهم تقريبا 20 عربة وقرابة 100 شخص،
وواصلوا سيرهم عبر الطريق المختصر. ووصلتهم رسالة كان يحملها أحد الأشخاص من طرف لانز هاينستيك، يخبرهم فيها لانز بأنه يسلك الطريق وهو ينتظرهم في أحد القرى، فقال أنه ينتظرهم هناك حتى يصلوا إليه لكي يقودهم في بقية رحلتهم. وهذه الرسالة حمست جدا مجموعة دونر على مواصلة الرحلة على هذا الطريق المجهول. لكن عندما وصلوا إلى تلك القرية لم يجدوا لاينز ينتظرهم، بل وجدوا فقط رسالة منه يخبرهم فيها بأنه واصل سفره مع مجموعة أخرى، وطلب من مجموعة دونر أن يلحقوا به. فاستراحت جماعة دونر في هذه القرية لبعض الوقت، وأخذوا معهم ما يكفيهم في الرحلة، وأخذوا المتاع والأكل، وواصلوا رحلتهم إلى أن وصلوا إلى منطقة تسمى إيكو كانيان. بعد أسبوع تقريبا من التنقل وجدوا رسالة أخرى من لانز معلقة على إحدى الأشجار يحذرهم فيها من اتباع هذا الطريق، وأنه من المستحيل عليهم مواصلة السير عليه، خاصة وأنهم لديهم الكثير من العربات، ونصحهم بالرجوع من حيث أتوا. وهنا أصيب أعضاء القافلة بالغضب، خاصة وأنهم ساروا مع هذا الطريق لأيام وأيام طويلة، لأنهم اعتقدوا أنه طريق مختصر، وصبوا كل غضبهم على جيمس ريد، فهو صاحب فكرة الطريق المختصر من الأساس. فطمأنهم جيمس ريد بأنه هو من سيتكلف وسيعالج هذا الأمر سريعا، فذهب هو وشخص آخر عبر الأحصنة للحاق بلاينز هاينستيك. وبعد أيام وصلوا إليه وطلبوا منه قيادة القافلة وأن يرافقهم في هذه الرحلة، لكنه رفض ذلك بشدة، ونصحهم باتباع طريق آخر أكثر اختصار من الطريق الذي يتبعونه ويسلكونه الآن، وهو طريق مناسب لسير العربات. ثم رجع جيمس ومرافقيه إلى القافلة وأخبرهم عن الطريق الثانية. هنا فقد بعض عناصر القافلة ثقتهم في دليل لانز ورفضوا اتباعه، لكن للأسف من اعترض عن الطريق الجديد كان عددهم قليل جدا. الأغلبية وافقوا على اتباع الطريق الجديد، وهذا كان أسوأ قرار اتخذوه في حياتهم. فهذا الطريق المختصر الذي يبدو أن لانز نفسه لم يسير معه مطلقا من قبل، كان هذا الطريق مليئا بالأشجار، يعني استحالة مرور العربات عبره، مما حتم على جماعة دونر القيام بقطع الأشجار التي تعترضهم وشق طريق في الغابة، واضطروا للتخلص من بعض العربات التي كانوا يملكونها حتى يتمكنوا من السير بسرعة. ومع نهاية شهر غشت وصلوا إلى الصحراء المالحة في ولاية يوطا، وواجهتهم ظروف صعبة جدا وجد قاسية، حرارة مرتفعة وأرض رملية تغوص فيها العربات والحيوانات التي تجرها معا، والتي مات بعضها أيضا بسبب الظروف. وانتهى مخزون الماء والطعام، وأرسلوا شخصين على الأحصنة ليذهبوا بسرعة إلى أقرب مكان ممكن من أجل إحضار بعض المؤونة لهم. وبسبب كل هذه الظروف التي مروا منها نشب شجار عنيف بين جيمس وأحد مرافقيه، الذي قال له أنه في هذا المأزق بسببه. فتطور الشجار بينهم إلى أن طعن جيمس الرجل وأرداه قتيلا. وهنا بعض الأشخاص قاموا برمط جيمس وأرادوا شنقه، وبسبب توسلات زوجته وتدخلها وطلبها بأن لا يقوموا بإعدامه قرروا طرده من المجموعة، وأن يواصل رحلته بدون أن يرافقهم وبدون أن يقدموا له لا ماء ولا طعام، وواصلوا رحلتهم. هذه الرحلة التي جردتهم من إنسانيتهم، فكانوا يتركون الشيوخ يسيرون على الأقدام بدون السماح لهم بالجلوس في العربات، ومن يسقط في الطريق من التعب يتركونه لمصيره المحتوم ويواصلون رحلتهم من دونه. وبعد أيام رجع الأشخاص الذين ذهبوا لإحضار المؤونة، وأحضروا معهم أيضا شخصان من الهنود الحمر، عندهم خبرة كبيرة بالمكان وتضاريس المكان، ويعرفون بعض الممرات السهلة والسريعة. ففرحت مجموعة دونر بهذا الخبر، واستراحوا في المكان واستمتعوا بالطعام وحاولوا نسيان كل ما مروا به من صعاب. وبعدها قرروا مواصلة سفرهم، وتحطمت عربة جورج دونر، فبقي معه تقريبا 20 شخصا لإصلاح العربة، وواصل البقية الطريق. كما زاد تهاطل الثلوج من صعوبة الرحلة، أصبحت شبه مستحيلة.
إضافة إلى طبيعة المنطقة الجبلية، فصار تنقل العربات والحيوانات التي تجرها شبه مستحيل وصعب للغاية. فقرر مجموعة دونر التوقف في هذا المكان وبناء بعض الأكواخ للاستقرار فيها وانتظار تهاطل الثلوج وليستمروا بعدها، إلى أنهم لا يستطيعون الانتظار هنا لوقت طويل، فالمؤونة التي معهم لا تكفيهم لوقت طويل ولا توجد في هذا المكان أي موارد. فقرروا إرسال بعض الأشخاص ليحضروا لهم المؤونة اللازمة التي تكفيهم، وعددهم 15 شخصا الذين ذهبوا، من بينهم الهنديان. ورحلتهم لم تكن سهلة أبدا، فالطريق جبلية وعرة جدا والثلج كان كثيف جدا، والمصيبة أن الشخص الذي كان يدلهم على الطريق مات بعد أسبوع من انطلاقهم. فواصلوا مسيرهم على عماهم، خاصة وأن الثلج غطى معالم كل الطرق ولا يملكون أي طعام أو ماء. فاقترح عليهم أحدهم القيام بقرعة لاختيار الشخص الذي سوف يقومون بأكله. والغريب في الأمر أن الشخص الذي اقترح فكرة القرعة هو من وقع الاختيار عليه، إلا أنهم رفضوا قتله وأكله. وبعد أيام من رحلتهم انهار أحدهم وسقط على الأرض مغشيا عليه، وأثناء احتضاره طلب من عناصر المجموعة أن يأكلوا جثته بعد موته حتى يحافظوا على حياتهم. فقام بعض العناصر بشويه وأكل لحمه، فيما قرر آخرون عدم الأكل من لحمه. ثم بعدها بأيام مات صاحب فكرة القرعة فتم أكله أيضا. والرجلان الهنديان اشمأزا من هذا المنظر، البشر يأكلون لحم البشر، فخافا أن يتم أكلهما أيضا، فقرر الهرب من هذه المجموعة والنجاة بأنفسهما. هذه المجموعة التي كلما مات أحد فيها يأكلونه، ومن نجا من الموت لم يكن أمامه خيار آخر سوى أكل جثث أصدقائه الذين ماتوا. وواصلوا رحلتهم ونفد المخزون الذي معه من اللحم البشري. وكانت الفكرة التي تدور في رأس من تبقى من هذه المجموعة: هل سيكون هو الوجبة الثانية؟ وأثناء مواصلتهم لهذه الرحلة عثروا على الهنديان فقاموا بقتلهما وأكلهما. وبقي الناجين من هذه المجموعة يتخبطون بين الحياة والموت، إلى أن وصلوا إلى قرية نائية في تلك المنطقة، فتناولوا الطعام واستراحوا لبعض الوقت. ودلهم أهل تلك القرية على أقرب مدينة بغرض الحصول على الدعم والمساعدة الذي يرسلونه إلى بقية الجماعة التي تنتظرهم في الأكواخ لوقت طويل. فأرسلوا الدعم مع عناصر دعم من تلك المدينة بعد أن أرشدوهم على مكان تواجد جماعة دونر التي تنتظر في الأكواخ. فلما وصل عناصر الدعم إلى تلك الأكواخ صدموا لما رأوه من مناظر، فقد وجدوا الناجين على شكل هياكل عظمية يوشكون على الهلاك والموت جوعا. وليكتشف عناصر الدعم بعدها بعض بقايا اللحم البشري كانت موجودة في الأواني المنزلية داخل الأكواخ، فهم أيضا تناولوا جثث الموتى حتى يحافظوا على حياتهم، فقد كانوا يأكلون كل من يموت منهم. وجيمس ريد الذي تم طرده من مجموعة دونر تمكن أيضا هو من النجاة وحقق حلمه، وأصبح من أغنى رجال الأعمال في ولاية كاليفورنيا. أما الآن فسؤالي لكم أيها الأصدقاء: ماذا لو كنتم في مكان مجموعة دونر وواجهتم تلك الظروف؟ هل كنتم سوف تأكلون اللحم البشري حفاظا على حياتكم، أم أنكم كنتم ستوافقون على الموت ضد أكلكم للحم البشري؟ اتركوا لنا آراءكم في التعليقات. أما الآن فسؤالي لكم أيها الأصدقاء: ماذا إن واجهتكم نفس الظروف التي واجهت مجموعة دونر؟ هل كنتم سوف تأكلون اللحم البشري حفاظا على حياتكم، أم أنكم كنتم سوف تمتنعون عن فعل ذلك؟ اتركوا لنا آراءكم في خانة التعليقات. كما أتمنى منكم إذا أعجبتكم القصة أن تدعمونا بالضغط على زر لايك واشتراك في القناة ليصلكم جديد قصصنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.